الأم بتموت قدام ولادها بسبب جبروت أبوهم، أو بتسيب وصية بتقلب الموازين، بتتهم فيها جوزها بموتها، أو جوزها بجبروت بيستدرج محاميتها للبيت عنده. يا ترى هيعمل معاها إيه؟ وهيكون إيه مصيرها؟ ده اللي هنشوفه في الملخص الجديد من المسلسل النهاردة. بس ما تنسوش قبل ما نبدأ تشجعوني وتحطوا لايك للفيديو، أو تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا، أو اللي ما شافش الأجزاء اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. في حلقة النهاردة من المسلسل هنشوف خليل اللي مقبوض عليه في اسم الشرطة بعد خناقته مع جنير وتكسير عربيته. زينب بتروح له وعايزة تاخد شهادته في قضية أمه، لكنها بتتفاجئ بحاجة تانية خالص. أحداث تانية كتير ومفاجآت مثيرة هتشوفوها في حلقة النهاردة، أو في مفاجأة كبيرة في آخر الفيديو، فكملوا الفيديو معانا للآخر. بتبدأ أحداث الحلقة بفلاش باك، أو بنشوف جنة نايمة على سريرها تعبانة، بتنادي على جوزها يلمز وبتطلب منه يجيب لها ابنها خليل. بيرفض طبعا طلبها، وهي بتترجاه علشان عايزة تشوفه ووحشها، وبيقول لها ازاي عاوزاه يجيبه لها بعد ما رفع السلاح في وشه. بتطلب منه يسامحه علشان خاطرها، وهو بيقول لها ان هو حلف ان هو ما يدخلش البيت ده تاني، او ازاي عايزة تشوفه وهو ما بيتصلش يسأل عليها نهائي. هي بتقوله ان هو لو عارف حالتها هيجي، بس هي كانت منعاه علشان خايفة من المشاكل. بيقول لها إن هي لو عايزة تشوفه تروح له. ما بتصدقش كلامه، لكنه بيأكد لها، وبيقومها من على السرير، وبيشجعها إنها تقف على رجلها رغم تعبها. وهي بتتشجع وبتقوم وبتقف وبتصدقه، وبتمشي لحد باب البيت. وهنا بيمسكها يلمس بعنف وبيدخلها البيت تاني. بنروح للمحامية زينب اللي بتروح اسم الشرطة، وبتلاقي خليل مقبوض عليه، وبتلاقيه جوه الاسم ممسوك، بتعرفه بنفسها وإنهم كانوا المفروض يتقابلوا من نص ساعة. بتقوله إنها جايله في موضوع بخصوص أمه جنة. بيستفسر منها إيه علاقتها بالموضوع، وإن مشكلته مع المحامي جنير اللي هو مدير زينب في الشغل. بيحضر جنير علشان يقول شهادته في الخناقة بينه وبين خليل، وإنه كسر عربيته. وبتسأل زينب جنير عن سبب المشكلة اللي ما بينهم. بيقول لها إن السبب بقشيش اداهوله وجرح كرامته فكسر عربيته. هي بتقوله إنه ممكن يتنازل عن القضية مقابل إن هو ياخد تعويض، لكن كده هيعرضه للسجن لمدة ممكن توصل ل4 سنين. بيسألها ليه عايزاه يتنازل. بتقوله إن أمه جنة موكلتها، وإنها محتاجة شهادته في القضية. بيقول لها إنها ممكن تاخد شهادته وهو محبوس، لكن هي بتقوله إن هو مش هيستفاد حاجة من حبسته ويكفيه التعويض. هو بنروح لبرسان اللي بتعاتب ابنها يوسف على إنه ما بيروحش دكان أبوها. بيقول لها إن هو مش عايز يروح هناك بسبب قسوة جده. بنروح ليلمز اللي بتطلب منه أخته بريهان إنها ترجع بيتها هي وجوزها، لكنه بيرفض إن هم يسيبوه ويمشوا، وعايزهم يقعدوا معاه وجنبه ويشهدوا في القضية معاه، لأن المحامية زينب قدرت تجمع شهود ضده في القضية، وهو محتاج قرايبه يقفوا جنبه. لما بيقوم يلمز وبيسيبهم، بيتكلم ترغط مع مراته بريهان، وبيقول لها إن هو لو وقف وشهد في المحكمة هيحكي عن كل جرايم يلمز، وإنه خايف لأنه أكيد هو السبب في اللي حصل لجنة وموتها. أما فريدة بتعاني من فترة صعبة جدا في حياتها بسبب انفصالها عن جوزها. بيتصل بيها أبوها يلمز وبيسألها عنه وعن المحامية اللي جايبها تدافع عنه. بيطلب يكلم جوزها، وهي بتتحجج إن هو في الحمام، وبيقول لها إن هو هيتصل بيها كمان 10 دقايق علشان يكلمه. طبعا هي مخبية عليه موضوع الانفصال، بتكون مش عارفة تعمل إيه. هو بنروح لبرسان اللي بيتكلم معاها محمد أخو جوزها عن إن أبوها عايزها ترجع البيت هي وولادها علشان تفضل جنبه، وهي بتقول إن ولادها مش هيقدروا يرجعوا بيت جدهم، وبتتحجج بأي حجة. بيسألها محمد إذا كانت مش عايزة تروح لأبوها، وهي من خوفها منه بتقوله إن أبوها برضه، وهو لو محتاجها فعلا لازم تروح له. بيفهم محمد إنها مش عايزة ترجع البيت بس مترددة وخايفة من رد فعل أبوها، فبيقول لها إن هو هيتصرف معاه. أما فريدة فبتركب عربيتها بسرعة وبتوصل الفندق اللي عايش فيه جوزها، وموبايلها بيرن بمكالمة من أبوها وهي مرعوبة. بتجري تدخل الريسبشن وبتسأل عن جوزها بشكل هستيري. بيحاولوا يهدوها موظفين الاستقبال. هو بيظهر جوزها في لوبي الفندق اللي بيتفاجئ بوجودها وبينادي عليها. بتروح له فريدة بسرعة وبتديله موبايلها اللي بيرن، وبتطلب منه يرد على أبوها ضروري علشان خايفة تقوله إن هما منفصلين، وبتترجاه يرد عليه. بيرد كيفنج عليه وبيقوله يلمز إن فريدة اضطرت تعين محامي مكانه بسبب انشغاله. بيتفاجئ كيفنج بالموضوع وبينهي مكالمته. كيفنج بيلوم فريدة على إنها دخلته في موضوع القضية، وهي بتقوله إنها ما قدرتش تقول لأبوها إن هما هينفصلوا بسبب موت أمها والجنازة.
بينصح كيفنج فريدة وبيقول لها إنها لازم تتخلص من خوفها من أبوها طول الوقت وإنها هي اللي عاملة في نفسها كده. بنروح لخليل في القسم بعد ما أخدوا شهادته في موضوع الخناقة، وبيروح يقعد مع زينب المحامية وبيسألها عن الموضوع الخاص بأمه. بتوريله وصيتها ولما بيقراها بيضحك، بتستغرب إزاي بيضحك على وصية أمه كده واتهام أبوه بقتلها. هو بتقوله إنها عايزة شهادته وإنها راحت اتكلمت مع إخواته قبله وإنهم مرضيوش يتكلموا وقالوا إن أمهم ماتت بسبب مرضها. بتقوله إن ممرضة أمه سمعت أبوه وهو بيتخانق مع أمه وبيهددها بالقتل، وإن لو عنده شك في حاجة شبه كده ممكن ياخدوا شهادته في القضية. بيطلب منها تخليها في شغلها وتسيبهم في حالهم، وبيطبق ورقة الوصية وبيسيبها وبيمشي. بينقلوا خليل للزنزانة اللي بيقول لنفسه إن أمه اتأخرت كتير. بنرجع للماضي بنشوف يلمز إزاي بيتعامل بقسوة مع خليل وهو طفل في نفس الوقت اللي بيعامل فيه فريدة كويس جدا. يلمز بيتعامل مع جنة بقسوة وعنف علشان بتحاول تهون على ابنها. وبالليل بتروح جنة أوضة أولادها وبتلاقي ابنها خليل بيعيط في سريره. بيقول لها إن هو مش عايز يشوفها علشان مش قادرة تحميه من أبوه وإنها لازم تخلص وتتطلق منه، وهي بتقوله إنها خايفة زيهم منه، وهو بيقول لها لازم تتصرف وإلا هيقتلهم كلهم. تاني يوم بيروح يلمز المحل وبيلاقيه مقفول ويوسف مجاش يفتحه. وفي البيت سيراي بترفض إنها تصحي أخوها يوسف علشان يروح يفتح الدكان بسبب معاملة جده القاسية ليه، لكن لما بتروح أوضته بتلاقيه مش موجود أصلا. يلمز بيتصل ببرسان بيسألها على يوسف علشان مجاش يفتح الدكان. بيطلب منها إنها تبعته بسرعة وإلا هيجيله، وهي بتقوله إن هو عيان وحرارته عالية جدا. بيطلب منها تبعتله سيراي اللي بترفض. بتضطر برسان تقوله إنها هتيجي تساعده. أما زينب بتوصل للحي اللي ساكن فيه يلمز وبتبتدي تسأل الجيران عنه وعن سلوكه. بتعرف من حد بيشتغل في محل حلواني إن يلمز شخص قاسي جدا وعنيف، وإنه دايما بيتخانق مع مراته وولاده لدرجة إن ابنه خليل رفع السلاح في وشه قبل كده وكانوا هيقتلوا بعض. أما خليل بيتفاجئ إن الشرطة بتفرج عنه لأن جنير اتنازل عن القضية. بيقابل خليل جنير في القسم اللي بيقوله إن زينب هي اللي اتوسطت ليه وإنهم هيتقابلوا تاني. بتكمل زينب سؤالها للجيران عن يلمز وبتتأكد فعلا إنه هو شخص قاسي وعنيف جدا ومرعب. وبيوصل محمد لمحل يلمز علشان يتفاوض معاه في موضوع رجوع برسان لبيته وإن رجوعها صعب بسبب التزاماتها، وبيقولوا إن في دين عليه بسبب موت جوزها من 12 سنة وهو اللي بقى يصرف عليها وعلى ولادها، وإن يلمز شايل إيده عنهم وما بيصرفش عليهم. بيبتدي محمد يحسب المصاريف وهنا بيتنرفز يلمز وبيتخانق معاه وبيضربوا بعض. برسان بتخلص ما بينهم هي والجيران في نفس الوقت اللي زينب بتوصل وبتشوف الخناقة من بعيد. خليل لما بيرجع بيته بيلاقي زينب مستنياه على سلم البيت وهو مش عايز يتكلم معاها في قضية أمه، لكنها بتصر إنها تتكلم معاه. بيلاقي خليل باب شقته مقفول لأنه ما دفعش الإيجار، فبيضطر يكسره علشان ياخد حاجته من جوه. لما بيدخل الشقة بيغير هدومه وبياخد خصلة شعر أمه اللي شايلها معاه وبيرفض إن هو يتكلم مع زينب وبيمشي. بتجري وراه في الشارع وبسببه كعب جزمتها بيتكسر، وبتقوله إن اللي بيقولوه عنه الناس طلع صح بتسيبه وبتمشي. بيروح وراها وعايز يعرف إيه اللي بيتقال عنه وبياخدها المحل تصليح جزم وبيعتذر لها عن أسلوبه معاها بسبب المشاكل اللي وقع فيها. بتوافق على اعتذاره وبيروحوا يشربوا الشاي مع بعض. بتقوله زينب إنها راحت الحي وعرفت حاجات كتير عن أبوه عن موضوع السلاح والخناقة اللي بينهم. شافت كمان أبوه هو بيتخانق مع جوز أخته كمان، وهو بيفهم إن ده محمد أخو جوز أخته المتوفي، وإن اللي شافته كان كفاية إنها تتأكد من عنف وقسوة أبوه. وبتسأله ليه رفع السلاح على أبوه فبيقول لها علشان خاطر أمه، وهي بتقوله إنها عايزاه يقول الحقيقة لأن همها هي إنها تقدر تاخد إذن التشريح جثة أمه ومعرفة سبب الوفاة، لكنه بيسكت وبيقول لها إن كفاية لحد كده بيسيبها وبيمشي. بينسى اللفة اللي بتفتحها زينب بتلاقي جواها خصلة شعر أمه. بيرجع خليل وبياخدها وبيقول لها إن الوصية الوحيدة من أمه اللي يعرفها إن هو يحرم أبوه يلمس شعرها تاني. بتفهم زينب إن كلهم خايفين من أبوهم بشكل غريب ومرضي. أما محمد بيطلب من برسان إن هم يروحوا اسم الشرطة علشان يبلغوا على تعدي يلمز عليه ويتخلصوا منه. بتحاول تهديه إن أبوها هيتعصب جدا وهيطلع غضبه على أولادها، وبترجاه إن هو ما يبلغش وإنها تتصرف مع أبوها وتحل مشكلة رجوعها للبيت. ومحمد بيسمع كلامها. فريدة بتروح لأبوها وبتطلب منه يهدى اليومين دول علشان تحريات الشرطة عنه. لما بتوصل برسان بيقوم أبوها وعايز يتخانق معاها
وفريدة بتمنعه، هو بيقول لها إنها هتفضل عنده ومش هترجع بيتها، ولو ولادها عايزينها يعيشوا معاها في بيته. هي بتقوله إن هما مش هيجوا وإنها مش هتقدر تعيش بعيد عن ولادها. بيتعصب يلمز، وقبل ما يضربها بيقوله جوز أخته ترغط إن المحامية بتلف وراه في كل حتة وبتجمع شهود، ولو فضل على طبعه ده هتقدر تثبت التهمة عليه وتحبسه. في مكتب المحاماة جانير بيطلب من زينب تتفرغ لقضايا المكتب وتتنازل عن كل القضايا اللي كانت معاها قبل المكتب لمحامي تاني، لكنها بترفض تتنازل عن قضية جنة، بتهدد بإنها ممكن تسيب الشغل معاه وما تسيبش القضية. وهنا بيهديها كيفنش وبيقول لها إنها مش مضطرة تتنازل عن القضية مادام القضية مهمة عندها قوي كده. في البيت ترغد بيفهم يلمز إن زينب المحامية جمعت شهادات من الجيران وأصحاب المحلات في الحي ضده، وعرفت موضوع خناقته مع ابنه بالسلاح. وبيسأل يلمز فريدة عن المحامي اللي جابته ليها وإن مفيش حد كلمه لحد دلوقتي. بتطمنه وبتقوله إن المحاميين مشغولين، وإن جوزها قال لهم إن الموضوع بسيط لو التزموا بشهادتهم، وقالوا إن الوصية دي كذب. خليل بيتفاجئ إن فاتورة تليفونه اتدفعت، وبيفهم إن أخته فريدة هي اللي دفعتها. بيتكلم مع أخته في التليفون وبيلومها على دفع ديونه. بتطلب منه إنها عايزة تشوفه ضروري وتتكلم معاه. بتوصل برسان للفندق اللي عايشة فيه أختها، بيوصل خليل. بتستقبلهم أختها وواضح عليها خوفها جدا من رد فعلهم. بتحضر لهم الأكل، ولما بتحط لهم الأكل بيكون فيه كفتة. بيرفض خليل إن هو ياكل، بيفتكر حادثة قديمة حصلت له من أبوه في الماضي، وإن هو وإخواته كانوا جعانين ومفيش أكل في البيت، وأبوه بيجيب ساندويتش كفتة وبيديه لأخته فريدة تاكله هي لوحدها، بيسيبهم جعانين. بنرجع للحاضر. بيعرفوا إن خليل قابل المحامية زينب، وبيسأل خليل أخته فريدة عن سبب اجتماعهم، فبتقوله إن هما لازم يتحدوا مع أبوهم ضد المحامية، وإلا أبوهم هيتحبس، وإنهم لازم يقولوا إن أمهم كانت عيانة وماتت بسبب مرضها. هنا خليل بيقولوا إن هو وأخته برسان كانوا طول عمرهم بيتضربوا من أبوهم وبس. بتقول فريدة إن أكيد المحامية دي ماسكة القضية علشان تكسب منها فلوس كتير، وخليل بيقول لها إن هو ما يظنش إنها من النوع ده. هنا فريدة بتقوله إن شكله يعرفها كويس وإنهم بقوا أصحاب. خليل بينفجر وبيقول لها من إمتى كانوا متحدين مع بعض، وطول عمر فريدة جنب أبوها ضد أمها وضده هو وأخته كمان. دلوقتي بعد السنين دي أبوه حس بالخوف أخيرا من أعماله وبيطلب منهم يتحدوا. هنا بتتنرفز فريدة وبتقوله إنها طول عمرها بتهتم بأبوها وأمها، وإنه ما رفعش سماعة التليفون يتصل بأمه من سنين كتير. بيقول لها تقول ليلمز إن خليل بقى قنبلة موقوتة وهتنفجر في وشه، بيسيبهم وبيمشي. بتروح وراه برسان تهديه، يلمز بيتصل ببنته علشان يطمن على اللي حصل بينها وبين خليل، وهي بتقوله رسالة خليل ليه وإنه قابل المحامية، بس بتقوله ما يقلقش وإنها تقدر تسيطر على الموقف وعلى خليل. أما زينب بتتفاجئ بمكالمة من يلمز بيطلب منها تقابله على الساحل. أما خليل اللي بيوصل أخته لبيتها بتطلب منه يدخل يتعشى معاها في البيت، وبيطلع معاها بيتها وبتستقبله سيراي ويوسف وبيكونوا فرحانين بزيارته. أما يلمز بينزل علشان يقابل زينب، لكنه في الطريق بيلمح خليل ابنه في بيت برسان، وخليل بياكل من العشاء اللي عاملاه أخته. سيراي بتشتكيله من معاملة جدها وإنهم لازم يقفوا كلهم قصاده. بتزعق لها أمها على كلامها، وخليل بيقرر إن هو يقوم ويمشي ويسيب البيت. بنروح ليلمز اللي بيقعد على الساحل وبتجيله زينب. خليل وهو مروح بيفتكر الماضي. بنرجع ليلمز اللي قاعد مع زينب وبتسأله سؤال مباشر: إيه اللي عمله في مراته جنة؟ وهو بيقول لها إن هو سمع إن المحاميين بيلفوا وبيدوروا، لكنها دخلت في الموضوع بشكل مباشر. بتسأله ليه طلب يقابلها، بيقول لها إن هو عارف إنها لفت الحي كله علشان تسأل عليه وعلى سلوكه، وإنه بيحذرها من اللي هي بتعمله. وهنا بتتهمه زينب بإنه بيهددها. بيقول لها إن هو بيتكلم معاها بس، وهي بتطلب منه يتكلم عن نفسه. بيقول لها إن هو من ساعة موت مراته وهو حالته مش كويسة، وأعصابه تعبانة وتصرفاته عنيفة مع الناس اللي حواليه. بتقوله إن من هنا ورايح مش هيعرف ينام تاني، لأنها هتخلي المحكمة تفتح القبر ويشرحوا جثة مراته ويعرفوا سبب موتها. بيقول لها طالما إن كل همها تعرف سبب موتها تيجي البيت عنده عند الفجر، لو كان عندها الجرأة علشان تعرف منه الحقيقة. أما خليل اللي بيرجع الشغل بيفكر في كلام زينب ليه وموضوع شهادته قصاد أبوه. بيطلب من زمايله في الشغل إن هم يغطوا عليه علشان مش هيقدر يشتغل النهاردة. أما يلمز بيدخل أوضة أخته وجوزها وهم نايمين، وبيطلب منهم يمشوا في نص الليل زي ما طلبوا ويبقوا يرجعوا تاني.
بيستغربوا جدا من طلبه لكنهم بينفذوا اللي هو عايزه. الصبح بيصحى خليل وبيتصل بزينب يقول لها إن هو فكر في كلامها وعايز يقعد يتكلم معاها، وهي بتقوله مفيش داعي لأن أبوها يقول لها كل حاجة دلوقتي، أو بتنهي المكالمة. بتوصل زينب لبيت يلمز، وقبل ما تخبط على الباب بيفتح لها وبيدخلها البيت، أو بيتأكد إن مفيش حد معاها ولا حد شافها. يا ترى إيه اللي هيعمله وبيخطط له يلمز لزينب؟ وهل خليل قرر يشهد ضد أبوه؟ أو يا ترى هتفضل برسان خايفة من أبوها ومش قادرة تتكلم وتضيع حق أمها؟ كل الأسئلة دي هنلاقي إجابتها في الملخص اللي جاي من المسلسل، فتابعونا. أو ما تنسيش تكتبوا لنا إجابتكم انتم في التعليقات، وعايزين الملخص اللي جاي إمتى. هو قبل ما نقفل نحط لايك ونعمل شير للفيديو، أو نشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا.